بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض فطار كده جميل. هنعمل اكلة سمك. هنعمل سمك مقلي، بولتي مقلي وهنعمل مكرونة مقلية، وهنعمل جمبري بانيه. وازاي اقول لكم نطلع الجمبري بطريقة حلوة يعني في القلي، صحيحة يعني مع زي المحلات. وهنشوف مع بعض الطريقة دلوقتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. معلش بعتذر بقى على صوتي بقى، صيام بقى انتوا عارفين. هنشوف مع بعض. كده احنا معانا ما شاء الله شوية من الجمبري، على شوية من البولتي، على مكرونة، سمك مكرونة يعني. وهنشوف مع بعض هنعمله ازاي دلوقتي. طبعا هنغسله كويس جدا بالليمون والملح وهنظبط يعني السمك نخليه زي الفل. وايه، وهنشوف مع بعض بقى هنعمل تتبيله مع بعض ازاي. طبعا انا بوريكم ان انا يعني بشيل طبعا كيس الرمل. نشوف العقله التانية كده ونروح ايه شايلينه بخله زي ما انتوا شايفين. بوريكم يعني طبعا احنا نضفنا السمك وخليناه زي الفل. وهنشوف مع بعض دلوقتي هنعمل التتبيله. معانا طبعا كزبره خضراء، ومعانا طماطمايه. انا بحب احط طماطمايه على التتبيله. وطبعا توم بقى وسبع بهارات وكمون وكزبره وشعره كده يعني طرف المعلقه كده قرفه. وطبعا هنضيف ليمون. وطبعا هنضرب الخلطه دي كلها مع بعضها زي ما انتوا شايفين. طبعا طلعت خلطه جميله معانا اهي. وهنتبل بقى السمك. لا اله الا الله. طبعا هنتبل السمك كله بقى زي ما انتوا شايفين. طبعا السمك في الصيام بيبقى تقيل شوية، بس احنا لسه الجو شتا يعني، فعايزي بقى نعمل سمك براحتنا. وطبعا بيبقى برضو من افضل العزومات يعني ان احنا نعمل سمك في العزومات، حاجة كويسة جدا. يعني بيبقى في بركة معانا في الاكل واقتصادي شوية عن اي اكل تاني يعني. طبعا خلصنا الكمية كلها. وهنشوف بقى هنعمل برضو السمك المكرونة. هنتبله برضو بنفس الطريقة. انا بتبله كده كله مع بعضه يعني عشان هو بيبقى صغير، فبحط الخلطة مرة واحدة وبقلبه بس، مش بعمل اكتر من كده يعني. تمام. وبرضو كذلك الجمبري. انا عامله معاكم اكلة سمك جميلة جدا على القناة، بخشوا شوفوا الفيديو القديم. طبعا الاسعار دلوقتي يعني ما شاء الله، فبنعمل على القد يعني. فكده احنا ان شاء الله ايه ضفنا بيضتين. هنعمل الجمبري ضفنا طبعا بيضتين ومع شوية من الفلفل الاسمر والملح، وهنقلب دي الخلطة السائلة. هنعمل خلطة سائلة وشوية من الدقيق زي ما انتوا شايفين كده، وهنضيف شوية من المية. انا عايزاها خلطة زي خلطة القرنبيط كده. تمام. بتطلعوا بانيه، بتطلعوا طريقته جميلة جدا، والكفر بيبقى متماسك وكويس جدا يعني. زي ما انتوا شايفين قلبتها وظبطتها يعني. وهنشوف هنعمل ايه دلوقتي. طبعا هنحط الجمبري في الخلطة السائلة، وبعدين هنحطه على البقسماط، وهنضغط على الكفر كويس اوي واحنا بنبدر. تمام. زي ما انتوا شايفين كده. نضغط جامد علشان الكفر ما يبقاش ايه، يبقى متماسك يعني.
لا اله الا الله. وطبعا ايه هنحط معلقتين من النشا على الدقيق على خلطة البهارات المشكلة عشان هنقلي برضو السمك. انا بحب اضيف معلقتين من النشا عشان السمك بيبقى مقرمش وطعمه كده لذيذ يعني. تمام. لا اله الا الله. وبرضو نفس الموضوع هنبردر المكرونة بنفس الطريقة برضو وهننفضها كويس وايه ونحضرها بقى للقلية يعني. سمك المكرونة ده بيبقى لذيذ جدا يعني ما شاء الله، بيبقى طعمه زي الجمبري لانه هو اصلا بيتغذى على الجمبري. طبعا احنا كده هنعمل الرز. طبعا معايا بصلتين حلوين كده فرمتهم وابتديت ان انا بقى يعني احمرهم واضيف عليهم 7 يعني كمون وكركم، معلقه من الكركم ومعلقه من الكمون. وانا بحب ابشر طماطمايه. الطماطم هنا بتدينا ميكس كده ما بين الرز الابو قوطه والرز الايه اللي هو بالبصل، فبتدي طعم لذيذ جدا يعني. وبحب احطها مبشوره مش بعصرها يعني. تمام. طبعا هتضيفنا معلقه من الملح وغطينا وادينا عيار الميه بتاعنا وكده بتبتدي بقى ان احنا ايه نقلي السمك. طبعا ايه احنا بنطلعه لونه حلو كده، ما نحاولش نتك عليه قوي عشان لونه بيبقى رايق يعني. مش بحب لونه محروق قوي انا يعني. احنا معلقه النشا اللي احنا بنضيفها بتخليه مقرمش وجميل يعني. وطبعا الجمبري لازم يتقلي في زيت عميق، لازم الزيت يكون مغطي الجمبري، ده من شروط نجاح الجمبري. تمام. تاني حاجة احنا بنحمي الزيت قوي، بننزل بالجمبري يا دوبك ياخد لون وبنروح مطلعين. تمام. عشان ايه يبقى مقرمش من بره ومن جوه يبقى طري، ما يبقاش مجلد يعني. تمام. زي ما انتوا شايفين كده ببتدي اطلعه. كده طبعا هقلي السمك المكرونه، انا ما جبتش اللقطه يعني، بس بنفس طريقه القليان. والاكل خلص معانا ما شاء الله. سفره جميله تنفع العزومات وموفره جدا في العزومات يعني. هو السمك غالي بس بيرمي معانا يعني بيقضي الحبايب كلهم يعني. متنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.